السلام عليكم. يوم قاعد أزور معالم قديمة بشيخ عمر، وأول مكان باب الحلبة قديما، أو باب الطلسم. البناء المستظهر بالله العباسي، ورممه أحمد ناصر الدين العباسي، ونقش به النقوش قديمة، وهذا السبب سمي بباب الطلسم بسبب نقوشه القديمة. وبعدها نروح إلى الباب الباقية، هي باب الوسطان أو باب ظفري أو باب الأبيض، باب الأبيض. وهم أبواب بناها هم المستظهر بالله العباسي. من الأبواب الباقية بعد ما انهدمت باب الشرجي وباب السلطان وباب طلسم، وهو من الأبواب التي قتل بها المعتصم بالله العباسي. وبعد ما دفنته أم شنته البانشاه، وهو قريب من مرقد الشيخ السهروندي، وأصبح متحفا أيام الملك غازي الله يرحمه. هالروح من المكان دخل بي مراد الرابع بعد حروبه مع صفوين. بعدها نشوف منا القبة القديمة، البوابة الوسطانية، ومنا نشوف شعار الأسد الزمن العباسي. وبعدين غادة نروح إلى شيخ مرقد الشيخ عمر السهوندي. شيء الجميل بي قبته السلجوقية القديمة، قبته السلجوقية القديمة. وبعدين نروح ندخله وهنا نشوف القبة السلجوقية القديمة للشيخ السهروندي. بعدها نفوت نشوف مكان مكان الصلاة خارج مع مسجد، وهنا قريب عن مقبرة عائلة السهروندي. بعدها نروح ندخل جوا ونشوف صور قديمة، شكل القديم كان سهروندي. بعدها ندخل ونشوف، ما نقدر للأسف ندخل المقبرة بسبب بس يوم الجمعة ينفتح. وهنا المقبرة دخلنا لها خلاص، حنقوم منا نشوف القبة الهرمية